السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. من بعد ما درت معكم الوصفة اللي فاتت ديال بالنسبة للشعر اللي فيه الشيب وكيتكسر والشعر خشنة، اليوم غادي ندير لكم واحد شامبوان يصلح كذلك الشعر اللي كنديروا ليه وصفات طبيعية، كذلك يصلح الشعر اللي كنديروا له كيراتين ولا بروتين، لأنه ما فيش سيليكون، ما فيش سلفات، ما فيش البارابين. إذن هو يصلح للشعر انه يغذيه وفي نفس الوقت يغسلو وما يكسروش. كنعرفوا بان اغلبيه الشامبوانات كتكسروا، وغادي ندير معكم هاد الشامبوان بالعشوب فقط، ولكن راه فيه الرغوه وكينقي لنا الشعر. كذلك هاد الشامبوان تقدر ديرو الحامل، لان كاين دي شامبوان ما تقدرش ديرهم الحامل، وتقدر ديرهم المرضع وكذلك للدراري الصغار. نديرهم حتى للدراري الصغار، لان كيف ما قلت لكمش ما فيهمش مواد كيماويه اللي غادي تاثر لهم على الجلده ديال الراس ديالهم، وما كتاثرش حتى على الشعر. هاد الوصفه زوينه بزاف، تبعوا معايا. عندنا الورد البلدي كما كتشوفوا، والورد هنا راه باقي جديد رائع. عندنا الشوفان، هاد الغليظ ولا يكون حتى الرقيق ولا يكون حتى الدقيق ديال الشوفان اي ديال الخرطال. وعندنا زرع الكتان، وزرع الكتان راه معروفه بالنسبه للبشره وبالنسبه حتى للشعر، راه زوينه بزاف، نقدروا نديروا بها بزاف ديال الاشياء. والورد كيف ما قلت لكم الورد البلدي هذا من الاحسن تشريوه تيكون باقي موف بحال هكذا. والجونسون نقدروا نعوضوه، انا غنقول لكم باش غتعوضوه، العشبه باش تعوضوه. وكذلك زيت الكوك راه معروف بالنسبه للشعر وبالنسبه حتى للبشره، خصوصا البشره الجافه. صافي، هادو هما المكونات اللي عندنا. غادي ناخذوا هكذا مكون بمكون. اولا غادي ناخذ واحد الكاسرول اللي غادي نديرها فوق النار، اي انيه تقدري ديريها فوق النار، واخا تكون حتى انيه فخاريه، يعني اي حاجه. وغادي ندير واحد الملعقه فقط هكذا ديال زريعه الكتان. والجميل زرع الكتان واخا تشريوها بواحد الكميه كثيره انها ما كتدير لا بخوش لا دود لا والو، غير شريها ونقيها وخليها عندك، ديرها في شي قرعه ديال الزاج. هنا ضفت هذا القياس، هذا الكاسره تيهز لي قياس ديال الكاس ديال العنبه، ضفت النصف ديالو وغنديرو فوق النار واحد ديال ماشي بزاف حتى تبان ليا ديك الكشكوشه البيضاء، غير تبان ليا ديك الكشكوشه البيضاء قبل ما تكثر بزاف. غادي نحيدو وغادي نصب فيه وهو باقي سخون. كنشوف بزاف ديال الناس كيخليوه حتى كيبرد، حتى كيدير ديك لا جيلاتين ديالو قاصحه، هي اللي كيصفيه وكيجي من الصعب انه يتصفى. وفي حقيقه الامر حتى انا في الاول كنت كندير هذيك الطريقه، وخاصك تصفيه في لي باموس. لا، غادي نصفيه بحال هكذا بسرعه وهو سخون كيهبط كله، وهي اللي غنخليو هذيك المرحله ديالي يولي جيلاتينوه ويقصح ويعقد. غادي نخليوه غادي يولي عاقد وهو ما فيش هاد الحبيبات، يعني واحد الطريقه زوينه بزاف. هانتي بلا عذاب بلا والو. حتى انا في الاول كنت كنخليه حتى كيبرد وكنصفيه بلي باموس وكيكون صعيب وتبقاي انك تعصري فيه. لا، دابا هكذا وفي الاخر غادي تشوفوا كيفاش غادي يولي جامد وعاقد. هذه الطريقه باش كنخرجوا هاد لا جيلاتين ديال زرع الكتان على الطريقه بالنار. اما كاينه طريقه اخرى اللي هي على البارد، راه فات لي درتها معكم. من بعد غادي ندوزو للمرحله الثانيه. كما كتشوفوا في نفس الكاسرونه اللي درت زرع الكتان بلا ما نغسلها، غادي ندير الورد. هنا غادي ندير مقدار كما كتشوفوا هكذا، واحد الملعقه تكون كبيره مملوءه ولا ملعقه ونصف. هانتوما راه تقريبا شي ملعقه ونصف، ماشي مشكل. واخا نديرو حتى جوج ديال الملاعق الا كان عندنا داك الورد اللي هو صغير وكيكون شويه قديم اللون ديالو بني، ندير حتى جوج ديال الملاعق كبار. وغادي نضيف عليهم قياس ملعقه كبيره باردون كاس كبير ديال الماء، كاس بقياس العنبه. وغادي نديرهم فوق النار وغنخليه على نار مجهده حتى كيغلى، ونخليه واحد شويه حتى كيدبل، حتى كتخرج منه داك اللون البنفسجي. شفتوا؟ وكيولي اللون ديالو ابيض. صافي، دابا راه طلق لنا كلشي في الماء. غادي حتى هو نصفيه. هانتوما شامبوان طبيعي وزوين وكيدير الرغوه، مكونات ديالو كلها كل حاجه على حده زوينه للشعر. الورد زوين للشعر، زريعه الكتان زوينه للشعر، الشوفان زوين للشعر، زيت الكوك زوين للشعر. اذا حنا غادي نديروا واحد شامبوان اللي حتى بغيت نقول لكم البنات حتى يبقى حتى 10 ايام خارج
الثلاجة ما كيخسرش. يعني كتغديري واحد الكمية قليلة وغادي تغسلوا بها نتوما كلكم في المنزل، والكمية تقريبا قد هذه اللي درت انا، وغتغسلوا غير خليه خارج الثلاجة، ما غاديش يخسر. الا كنتي غادي تغسلي بنتي بوحديتك وما كتغسليش بزاف شعرك. والفكرة الثانية هو ان هاد الشامبوان واخا تغسلي به يوميا، ماشي بحال الشامبوان الاخر ما خصناش نغسلوا به يوميا باش ما ينشفش لينا الشعر. لا، هاد الشامبو نغسلي به يوميا. من بعد غادي ندوز للشوفان كما صفيت الورد كما كتشوفوا، وغادي ندوز للشوفان. وقلت لكم اي نوع، هاد الشوفان الغليظ ولا الرقيق ولا الدقيق ديال الشوفان، وراه هو الخرطان. غادي ندير واحد جوج ديال الملاعق هكذا مملوئين، وغنديرهم في كاس باش ما يكونش القعر ديال الزلافه يكون مسطح. وغادي نضيف فوقهم الماء اللي هو باقي سخون بزاف، كتشوفوا ديك السبوله خارجه منه ديال الورد اللي صفيت. ما غنضيفش ماء اخر، لا، الماء ديال الورد. وغادي نغطيه ونخليه على حسب السخونيه ديال الماء حتى كيتشربوا كاملو. هانتوما غتشوفوا معايا، خليه حتى كيولي على هذا الشكل. راه الا كان الماء بارد راه غادي ياخذ لك واحد 5 دقائق ولا 7 دقائق. الا كان الماء سخون بسرعه، راه عارفين الشوفان بسرعه كيشرب الماء. صافي، من بعد وصل لهاد المرحله غادي نصفيه. غتقولوا لي ما فيهش الماء، لا، غادي نصفيه بالقافه ديال الملعقه هكذا، وغادي نخرج حتى هذاك الشوفان. كنخرج داك انتما كما غادي تشوفوا، يخونوني التعبير، كنخرج هذاك النشا ديالو. هانتوما غادي يخرج، غادي تشوفوا كيفاش في الاخير ما غاديش نخرج غير الماء، لا، هانتوما شفتوا كيخرج داك المكون ديال الشوفان اللي هو رطب. كنعرفوا راه الشوفان فاش كان نطيبوه واخا حتى الاكل كيطلق لينا هذا الرغم بحال هكذا. صافي، هذا هو دابا هذا الشوفان راه فيه الورد والشوفان. وغنضيف عليه، هانتوما كما كتشوفوا قلت لكم فاش كيبرد هانتوما كيولي جيلاتينو. ها، شفت كيفاش كيولي؟ اذا من الاحسن كيف ما قلت لكم زرعه الكتان باش ما تعذبوش فيها دائما صفيوها وهي سخونه. كتكون عباره عن سائل تحبي بانها راه ما فيش داك لا جيلاتين ديالو، ولكن فاش تيبرد هكذا كيتطابق مع بعضياته وكيولي على هذا الشكل. هادو هما 3 المكونات الاولين. غادي نخلطوهم مزيان باش كيوليو جسم واحد، يعني ما كيبقاش مفرق هذاك الرغا ديال زريعه الكتان على الورد والنشا. غادي نخلطوه مزيان مزيان مزيان. حاولوا باش تخلطوه. انا غادي نخلطوه هكذا بالطراب اليدوي، هانتوما حتى كيتطابق مع بعضياته، كيتخلط مزيان. ما غيبقاش هذاك لا جيلاتين ديال زريعه الكتان ما غيبقاش مفرق على المكونات الاخرين. صافي، راه بسرعه ولو غير بملعقه حتى اللون ديالو كيولي ابيض كما كتشوفوا. هنا غادي نضيف واحد الملعقه كبيره ديال زيت الكوكو، سواء هاد زيت الكوك سواء زيت الكوك اللي تكونوا مصايبينه في المنزل. راه الطريقه ديالو ساهله وراه فات لي درتها معكم وكيطلع رخيص ماشي غالي. ومن بعد غادي نضيف شامبوان جونسون. البنات اللي كيقولوا بان شامبوان جونسون راه ماشي زوين، بالعكس هو زوين. ومادام كيديروا لي بيبي اذا راه ما فيهش دوك المكونات الكيماويه الضاره بزاف، ماشي بحال شامبوان ديال الكبار. ولكن لما بغيتيش ديروا شامبوان غادي تجيبوا واحد العشبه من عند العطار اسميتها تيغشت، وغادي تطحنوها ولا غير تهرمشوها وديريها في شويه ديال الماء وديريها كتبخ. وغادي تاخذي منها واحد 2 ديال الملاعق ولا 3 وتضيفيهم هنا. راه كيعطيونا ديك الرغوه اللي حنا بغينا من هاد الشامبوان، يعني انك تقدري ديريها 100% طبيعيه. من بعد هكذا جيبي شي قريعه ولا تكون غير قرعه ديال الزاج واخا يكون فمها كبير، المهم شي حاجه اللي تسد ولا شي طاسه اللي تسد اللي كان عندك، وغادي ديري فيه هاد الشامبوان. وكيف ما قلت لكم هاد الشامبوان خصوصا دابا في الجو بارد غادي يبقى حتى ل10 ايام ما يخسرش، ولو تكوني حاطاه غير في الدوش. شامبوان زوين بزاف تقدري تغسلي به يوميا. ننصح به البنيتات الصغار
الناس الكبار واخا تكون حامل واخا تكون مرضع، يعني ما فيهش شي عشبة اللي هي ضارة. بالنسبة للشعر اللي تيكون جاف، من الأحسن أننا نستعملوا ليه بحال هذا المشط ديال العود، ولا كيف ما كنقولوا لها المشطة ديال القرن، باش ما يبقاش يتقطع لنا الشعر بزاف. وكيف ما قلت لكم في الاول ديال الفيديو، هاد الشامبوان كيصلح الناس اللي كيديروا البروتين وكيديروا كيراتين، لان فاش كتمشي كدير بروتين وكدير كيراتين كتسولوا على شامبو اللي غتستعملو، كيقول لك ها الشامبو اللي غادي تستعمل. كنمشيو كنقلبوا في اي شركه ولا في اي بلاصه، زعما اي شامبوان ديال اي شركه، الا الثمن ديالو ما بين 500 حتى 1000 درهم. ما بين الشامبوان والديميلور كيكون الثمن ديالو ما بين 500 حتى 1000 درهم. اذا من الاحسن اننا نديروا هذا، غادي يطلع لنا رخيص بزاف. وكيف ما شفتوه، شنو هو الفرق ما بين شامبوان العادي وشامبوانات اللي من بعد البروتين الكيراتين؟ هو انه ما تيكون فيه لا سيلفات لا سيليكون لا بارابين. هذا هو الفرق. اذا حتى هذا راه عندنا ما فيه لا سيلفات لا سيليكون لا مواد كيماويه اللي ضاره بالشعر، اذا ما غاديش تقطع لنا الشعر من بعد البروتين ولا الكيراتين. وكيف ما قلت لكم نديروه حتى للدراري الصغار، ما غادي يسيء لهم بوالو. ونتمنى ان هاد الشامبوان ديروه ويعجبكم وتقولوها لي في لي كومونتير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.